اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج المزيكاتي. حلقه النهارده حلقه خاصه بالناس اللي عاوزه تعمل هوم استوديو في البيت عندها. اتطلب مني ان انا اعمل لكم الحلقه ديت، وانا سعيد جدا بالطلبات اللي انتوا بتبعتوها لي. عاوزك تبعت لي وتقول لي انت عاوز تشوف مني ايه. يلا بينا نشوف ايه المتطلبات وايه الحاجات اللي انت لازم تجيبها عشان تعمل الهوم استوديو بتاعك، بس بعد الفاصل الموسيقي. هقسم الحلقة لقسمين. القسم الأولاني أنت تجيب إيه، والقسم التاني إيه الريكومنديشنز أو إيه الحاجات اللي أنا برشحها لك، ودي هسيبها لك في آخر الفيديو. تشتري إيه؟ أول حاجة هنقول عليها أو أنا هقول لك عليها وهي العقل بتاع الهوم استوديو بتاعك، وده الكمبيوتر أو اللابتوب. ليه مهم كمبيوتر أو لابتوب؟ لأن البرامج اللي أنت هتستخدمها في التسجيل بتسحب من الميموري والكاش ميموري بتاع الكمبيوتر، فلازم يكون عندك لابتوب او كمبيوتر اقل حاجه 32 رام وانت طالع. وبالنسبه للسي بي يو بتاعك او الكور بتاعك، لا اما اقل حاجه تجيبها i5 او i7 طبعا احسن، يعني كل ما تبقى التكنولوجيا احدث كل ما الدنيا تكون مساعداك في التسجيل. انا بفضل ايه؟ انا بفضل الكمبيوتر، لان انا اقدر اعدل جوه الكمبيوتر بسهوله، اقدر اغير رام، اقدر اغير الهارد، اقدر اغير السي بي يو لو عاوز. الموضوع اسهل من اللابتوب. وخلي بالك نصيحة للناس اللي بتستخدم اللابتوب وانت بتسجل، ما تبقاش موصل اللابتوب بتاعك في الفيش عشان ما يعملكش جراوند او زنة. النقطة التانية وهي القلب بتاع الهوم استوديو بتاعك، وهو كارت الصوت. ليه انا مسميه قلب؟ لان هو الوصلة ما بين التسجيل اللي انت عاوز تسجله والكمبيوتر. وكل ما يكون كارت الصوت بتاعك فيه امكانيات اعلى وفي ترانسفورمرز اقوى، كل ما يكون طبعا اغلى، بس هيدي لك هيدروم اكتر في التسجيل بتاعك. النقطة الثالثة ودي النقطة اللي هنيجي فيها على المايك بتاعك كوندنسر ولا دايناميك؟ المايكات الدايناميك زي المايك اللي انا بسجل بيه ده دلوقتي، وهو دايما هتلاقيه في الحفلات. المايك الكوندنسر ده معظم الناس اللي بتشوفه في الاستوديوهات بيبقى مايك عريض، ده اللي بتسجل بيه جيتار اكوستيك او بتسجل بيه الغنى. ايه الفرق ما بين المايك الدايناميك والمايك الكوندنسر؟ المايك الدايناميك بياخد الصوت من قدامه فقط، اما المايك الكوندنسر فبياخد من قدامك وكمان حواليه، بيبقى عامل حاجه اسمها الاومني، وبرضه بياخد من ورا بس اقل شويه. ايه الفرق في الصوت لما اسجل بمايك دايناميك واسجل بمايك كوندنسر؟ لما تيجي تسجل بالمايك الدايناميك لازم تبقى فاهم ان المايكات الدايناميك الجين بتاعه قليل، فلازم تبقى قريب جدا من المايك، فده هيحطك عرضة ان انت تعمل حاجات اسمها بلوسيفز زي البي والاس والكلام ده، فيبقى صوتها مش حلو. اما بالنسبة للمايك الكوندنسر فانت ممكن تبقى مسجل من بعيد لانه بياخد مساحة اكبر، فتبقى انت بعيد عن المايك وستيل لسه هيطلع لك الصوت بتاعك قوي. طيب بعد ما جبنا الميكروفون لازم طبعا هتجيب الستاند، ولازم حاجة مهمة قوي وهو البوب فلتر. حاجه كده فلتر بتبقى محطوطه قدام الميكروفون عشان البلوسيفز اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه دي ما تخبطش في المايك وتعمل لك مشكله بعد كده في التسجيل. نخش على رابع نقطه وهي التريتمنت بتاعه الاوضه، ودي ليها طريقين. الطريق الاولاني لو انت معاك بادجت، ولو انت البادجت بتاعك قليل. لو معاك بادجت هتبتدي تشتري حاجه اسمها بانلز تعزل الصوت او تعزل الاوضه بتاعتك ان الصوت يتردد فيها من جميع الاتجاهات ويعمل لك مشاكل في التسجيل. ودي انت بتشتري بانلز او لوحات كده بتبقى جواها حاجه بتمتص الصوت زي مثلا صوف الصخر. وفي حاجات كتيره انت ممكن تعملها اقل برضو في التكلفه من ان انت تشتري البانل دي كامله، او انت ممكن كمان انت تعمل البانل دي بنفسك. اما لو انت البادجت بتاعك اقل شويه ففي حاجه شركه اس اي عملتها وهم مسمينها فلتر، وهي عباره عن زي نص دايره كده بتبقى محطوطه قدامك والميكروفون بيبقى في وسطها. دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت اما بتيجي تغني او تيجي تعزف الصوت ما يتردش في الاوضه، والمايك يبتدي يلم الصوت بتاع التردد اللي بيخبط فيه في الأوضة ده من جميع الاتجاهات ويعمل لك مشاكل بعد كده في التسجيل. النقطة الخامسة وهي البرنامج اللي انت هتشتغل عليه.
في عندك زي كيوبيز انا بحب اشتغل بيه جدا، في عندك فروتي لوبس، في عندك ايبلتون لايف، في عندك ادوب اوديشن، ده سهل في التعامل، ممكن الناس تشتغل عليه بحاجات بسيطة لو هي مش هتعمل ميوزك برودكشن كبير يعني. بس هات برنامج كيوبيز، علشان انا عامل كورسات كتير جدا خاصة بالتوزيع وهندسة الصوت وحاجات كتيرة جدا. تقدر دلوقتي تخش تشتري الكورسات ديت من اللينك اللي هسيبه لك تحت في الديسكريبشن. النقطة السادسة وهي السمع. احنا عرفنا العقل وعرفنا القلب وعرفنا الصوت، فين بقى الودان؟ السمع. هتسمع ازاي؟ طيب في عندك حلين. الحل ان انت تسمع على سماعات زي اللي عندي ديت، وبرضو ممكن بهيدفونز. انا بفضل ايه؟ انا بفضل الهيدفونز. السماعات انا حاططها زيادة تأكيد ان انا اسمع الصوت بتاع المزيكا اللي انا بعمل لها ميكس شكلها عامل ازاي في مساحة تانية وصوت تاني، ريفرنس تاني يعني. إن معظم الوقت 99% بشتغل بالهيدفونز. وصلنا للنقطة التانية والأخيرة وهي الريكومنديشنز. هسيب لك دلوقتي في الفيديو شوية ريكومنديشنز، حاجات أنا أفضلها وأفضل إن أنت تشتريها كبداية بتاعتك، وطبعا ده يتوقف على البادجت بتاعك. وبالمناسبة في عندي جروب اسمه المزيكاتي، تقدر تشترك عليه وتقدر تقول لنا برضو انت عاوز تجيب ايه وهنساعدك. في ناس كتير جدا جوه الجروب بيساعدوا بعض ويحبوا يساعدوا بعض، وساعات ناس بتعرض حاجات بتاعتها للبيع جوه الجروب، ممكن تستفاد جدا بيه.
وفي نهاية الحلقة أتمنى تكون إن أنت استفدت واتبسطت. وبالمناسبة أنا هعمل فيديو شبه ده بس للناس بتوع البودكاست، الناس اللي عاوز تعمل بودكاست يتكلموا مع بعض ينزلوا حلقات على اليوتيوب وخلافه. وأشوفكم على خير.